السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لا فيديو ديالنا او الوصفة ديالنا الكاليط كيجي رائع البنات. تابعوا معنا لا فيديو الى الاخير. دائما البنات اللي عجبكم لا فيديو ابوني واشتراك ولايك قناتي فضلا وليس امرا. مرحبا بكم الف مرحبا. دائما نرحب بالبنات الجداد وحتى البنات القدام. ما البنات هنا باش ما نخرجوش على الوصفه: كاس سنيده، 2 بيضات حامضه، كاس زيت، حوالي 2 معالق حتى 3 ديال العسل، الزنجلانه البنات للتزيين، والنافع يكون مطحون هكذا 2 معالق كبارين، و2 خمارات ديال الحلوى وفاني. تابعوا معنا البنات لا فيديو، راه كيجيو رائعين البنات هكذا الوليدات في الكوتي او يدوهم معاهم المدرسه. دائما الدقيق حسب الخليط يكون من نوعيه جيده. هنا بعد ما نحك ديك القشره ديال الحامضه، عندي هنا حامضه خضراء صافي، اي حامض ممكن ديروه هكذا خضر اللي كان يعني صافي. غنحك غير ديك القشره الفوقانيه وديك البيضه ما نحاولش نوصلها نهائيا، غير من ديك القشره الفوقانيه باش البنات هذاك البيض كيعطي واحد المروره. صافي نحاول ناخذ غير داك الفوقاني اللي التنسيم، راه كيعطي واحد المذاق رائع رائع جدا. هنايا غندير 2 بيضات. دائما البيض يكون خارج الثلاجه باش يعطي يعني ويهز الطحين اكثر ويكون مطلوق اكثر. ندير داك الكاس ديال السنيده. دائما السكر حسب الذوق، لو بغيتي ديري كاس لارو ممكن. صافي هنايا نخلط الكل جيدا جيدا حتى تنسجم ليا ديك السنيده مع البيض. راه البنات كيجيو رائعين، جربوهم. اللي مجربهم دائما وعنده شي طريقه اخرى تكتب ليا في الكومونتير. مرحبا بكم دائما البنات، الف مرحبا. دائما نرحب بالبنات اللي انضموا ليا. مرحبا بكم البنات، راه غبت واحد المده وعاودنا رجعنا لكم. هنايا البنات النافع مطحون ب2 المعالق كما ذكرت يكونوا مطحونين، والزيت كاس الزيت يكون مملوء جيدا. كما لاحظتوا راه ما فيهم لا زبده لا والو، راه تقريبا عجينتهم بحال الفقاس تقريبا، غير الوصفات كتبقى تختلف وصافي. هنايا الملح حسب، عفوا قبصه ديال الملح ماشي بزاف لتصحيح الذوق. ضروري البنات الحلوه ضروري ديروها كده قبيصه ديال الملح. صافي نخلط دائما هذوك المكونات مزيان. كما تلاحظوا هنايا 2 معالق كبارين حتى 3 ديال العسل، اي عسل كان تما كيعطيهم واحد الكراميل من الداخل، واحد الطيبه الصراحه كيجيو واعرين. صافي نخلطهم حتى هما. اي اضافه ضفتها من طبيعه الحال راه خاصك. عندك طراب يدوي ممكن تخدمي، ما عندكش تخدمي غير بيدك. صافي هنا الطحينه البنات نجمعو دائما كما ذكرت حسب المقادير، راه كتعطي كميه مهمه كما لاحظتوا في الفيديو، راه كتعطي كميه زوينه الصراحه. صافي هنا غنجمع العجين جيدا يعني حتى ينسجم ليا. راه كيبقى ملتصق شويه، غير تخليه شويه وترجعي ليه صافي ما كيبقاش يلتصق. هنا نحاول دائما غير بالمهل ندخل هذاك الطحين في العجينه، وانا كنلاحظ حتى نحصل على قوام يكون لين، ما يكونش مرخوف بزاف وما يكونش يعني داير بزاف، ما يكونش قاصح. صافي انا غنجمع العجينه هنا ديالي مزيان كما تلاحظوا في لا فيديو البنات. راه خليت لا فيديو تقريبا غير سرعته، راه خليت العجينه هي تقريبا. صافي انا غنجمع العجينه هنايا البنات. راه درت 2 خمارات 7 الطحين وفاني، راه ما بانوش في التصفير عفوا، راه ذكرتهم في المقادير في الاول. ضروري ديريهم في الطحين. هنايا البنات الورق ديال الزبده او الدهني اللاطا، اي ما كاينش يعني مشكل. صافي هنايا ما درت هذا الورق ديال الزبده. غنحاول نكور هذيك الكويرات ديالي على هذا الشكل هذا. كونوا البنات كما لاحظتوا راه لا ميزان لا والو، غير يدي عيني ميزاني. الا جاتني شي وحده اكبر من وحده نحاول نقص منها حتى يتقادوا لي دوك الكويرات. غنديرهم هكذا كما لاحظتوا. راه البنات هنا ما بينش باقا اللاطه ما بانتش مزيان. صافي كما لاحظتوا الحجم اللي بغيتي انا درتهم هنا بين وبين، ما كبارين ما صغارين، ممكن ديري كبر من هذا الحجم. صافي كما لاحظتوا انا كنكورهم هكذا في الوسط ديال اليد وكنحاول نضغط عليهم باش ما يجوش غلاضين من الوسط. كما ذكرت دائما عيني ميزاني، نحاول نبعدهم هكذا من بعضياتهم باش ملي يطيبوا ما يتلاصقوش لينا. ضروري تخلي واحد المسافه ديال الامان شويه بيناتهم. ثم البنات الكويره هكذا وسط اليد صافي، وتضغطي عليها وتحطيها على هذا الشكل هذا.
بعد ما كورنا الكاليط ديالنا على هذا الشكل البنات متساوي تقريبا، عيننا ميزاننا. ندير هنايا بيضه وندير فيها القليل من الكاكاو او نيسكافي او على حساب البنات القليل من الخل باش ما يعطيناش هذاك البيض الزفوريه. صافي هنا بعد ما نحركو جيدا جيدا حتى ينسجم لينا، ندهنوا بها داك الكاليط ديالنا البنات. راه كيجي رائع البنات، كيجي فيه هاد الشوكولا هادي نوار، كتجي رائع في الكاليط كما ذكرت، او القهوه والقليل من الخل. صافي ندهنوا الكاليط ديالنا جيدا صافي مع الجوانب هكذا باش يجينا متساوي في الدهان وما يجيش هكذا برقع. ضروري تحاولي تدهنيه مع الجوانب غير بشويه البنات حتى ندهنوا الكاليط ديالنا مزيان. ونديروا فيه البنات بلا فورشيط هكذا واحد الاشرطه كما تلاحظوا في لا فيديو البنات. لا فيديو راه دائما الا خليت شي بارتيه ناقصه راه في لا فيديو كتكون باينه البنات. تزين دائما حسب اختيارك كما بغيتي تزيني وما بغيتيش. هو كيعطي واحد المنظر هكذا رائع. تحاولي لا فيديو البنات دائما راه كيكمل. نحاول لا فيديو يعني ما نبقاش منه بزاف، نخلي هكذا النيات اللي يلا باغيين تتعلموا مبتدئات. مرحبا بكم، مرحبا دائما البنات. الا عجبكم مثلا لا فيديو ابوني واشتراك ولايك لقناتي. هنايا البنات بعد ما ندهنهم ندير لهم هذيك الاشرطه هكذا بالاختيار، يعني كما بغيتي ديري داك الخطوط ديريهم. انا درتهم هكذا غير في الطول وفي العرض، ونرشهم بالقليل من الفنجان مزيان. هما البنات بعد ما خليتهم حتى بانت هذيك الصفوريه معجنه، بعد هبطتهم لتحت كيجيو رائعين البنات. كتجي فيهم ديك الطيبه ديال النافع مطحون، الصراحه كيجيو واعرين. جربوا ما البنات دائما الا جربتوا لا فيديو ابوني واشتراك ولايك لقناتي. طبعا الا عجبكم البنات راه كيجيو واعرين خطيرين. الا عجبكم ابوني ولايك. شكرا، والى وصفه اخرى ان شاء الله.